النهارده الشمس قويه قوي. انا صاحيه اصلا متاخر النهارده. نور 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 مش طبيعي. النهارده اجازه عندي، مع ان انا من النوع اللي بحب اصحى بدري عشان انا بحب اللحظات بتاعه الصبح دي. بحس ان كمان اليوم بيبقى طويل معايا وبعمل حاجات كتير، بس بيجي عليا ايام ببقى كل اللي انا عايزه اعمله ان عايزه انام. فالنهارده نمت شويه حلوين، وبعدين اول ما صحيت قلت ابدا اليوم بالجورنالينج عشان انا لما ببدا يومي وانا بجورنال ده بيساعدني كتير، ويومي بيكون احسن بكتير، وبيساعد دماغي انها ترتب وتهدى شويه. اصلا كان في حد سالني قبل كده اللي هو ازاي نعمل جورنالينج. انا اتكلمت في الموضوع ده كتير ودايما بكلمكم عنه، بس في ناس كتير بيقولوا لي انهم بيكونوا عايزين يعملوا الموضوع ده بس مش عارفين ازاي. هو الموضوع بسيط جدا. انا كل اللي بعمله انه لو انا مفيش حاجه في دماغي معينه اكتب عنها، بخش على بنترست بكتب جورنال برومتس بس، واجيب اي برومت بيكون فيه اسئله، والاسئله دي بتساعدني ان انا اجورنال. انا فاكره اول مره بدات اعمل جورنالينج فيها انه السبب اللي خلاني اصلا اكتب كان انه انا دماغي زحمه لدرجه ان انا مش عارفه اركز في اي حاجه او اعمل اي حاجه. واعتقد ان دي حاجه معظمنا بيواجهها او بيعيشها. تكوني لسه صاحيه وبعدين دماغك تسبقك، افتكري انت عندك كذا كذا النهارده، افتكري ان في حاجات متاجله من امبارح، افتكري مش عارفه ايه ما تنسيش مش عارفه ايه، ما تنسيش مش عارفه ايه. وبعدين انت بتضيعي في وسط الافكار دي كلها، في وسط ده كله تظهر حاجه مضايقاكي تشغل دماغك اكتر، وفجاه تحسي انك مرهقه واحنا لسه في بدايه اليوم. ولما بدات اكتب اكتشفت ان الجورنالينج مش بيخليني شخص مختلف، هو بس بيخليني اقابل نفسي 5 دقايق. وعشان احنا طول اليوم يا اما بنكون مع ناس بنرد على مسجات او قدام شاشات، يا اما بنشوف فيديوهات، يا اما بنسكرول، لكن قليل جدا لما نسال نفسنا طب انا دماغي فيها ايه دلوقتي، طب انا ليه حاسه بالشعور ده دلوقتي، طب انا عامله ايه دلوقتي. قليل لما بنعمل ده. ومن اكتر الحاجات برضو اللي بتساعدني ان دماغي تهدى من اول اليوم مع بدايه اليوم انه بحب اكتب الحاجات اللي انا عايزاها تخلص النهارده، مش علشان احاسب نفسي لو ما خلصتهاش. بحاول اغير ده في تفكير اليومين دول، لان الموضوع ده بقى عندي فيه صرامه شويه، انه انا لو ما خلصتش الحاجات اللي انا عايزاها في اليوم ده انا كده مش راضيه كفايه عن نفسي. ودي حاجه وحشه جدا وبحاول اغيرها واشتغل عليها الفتره الجايه. فانا بقول الكلام ده لنفسي وليكوا كمان، للناس اللي برضو بيحسوا بنفس الطريقه دي، انه انا لو ما خلصتش الحاجات اللي انا حاطاها في التو دو ليست بتاعت اليوم ما اقعدش افكر الافكار الوحشه دي. لكن انا بعمل ده عشان لما اصحى يكون عندي اتجاه. وكمان ما بحبش فكره انه اخلي يومي هو اللي يقرر ان يومي هيكون ازاي او انا هعمل ايه في اليوم. بقالي فتره جايبه اللي اسمه ايه، هو اسمه ايه، اسمه ايه ده، بس ده انا جايباه عشان حاجه واحده، عايزه اغير شكل سطح المكتب. كان في حد قايل لي اقتراح قبل كده في الكومنتس على فيديو انه انا ممكن اركب ده، بجد مش فاكره اسمه، انا نسيت اسمه، بس ممكن اركبه كده على سطح المكتب بحيث ان اغير شكل المكتب. فانا قلت اوف فكره حلوه. يعني البنت شكرا جدا على فكرتك، كانت قايله لي في الفكره دي في الكومنت بقالها كتير. قلت طب ليه لا، او تغيير بجد في شكل المكتب، وخصوصا ان في جزء كده دايره كده محروقه. انحرق من ايه؟ من بخور. فجبت الشكل ده، هو مش باين هنا، هو منت جرين في ابيض. انا بحب الالوان، حتى اوضتي فيها الوان كتير، انا بحب ان انا اشوف الوان كتير. ده الموضوع ده بيفرق معايا ان احس شعور احسن او ان اكون مبسوطه. فانا كنت عايزه اجيب حاجه نفس الاتجاه ده، وبعدين لقيت اللون ده فقلت حلو ليه لا. شكل المكتب مش احسن حاجه، فالاول هنرتب المكتب سوا ونحط. متحمسه اشوف شكل المكتب بعدين، يا ترى هيعمل فعلا شكل حلو او هيغير حاجه او منظرها هيكون احلى ولا لا، هنشوف سوا.
بعد الكثير من المحاولة والكثير من الوقت عملناه. اخويا الصغير ساعدني فيه. هل انا ساتسفايد من النتيجة؟ لا، كنتش متخيله ان هو متعب قوي كده ورخم قوي كده. محتاج صبر 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 صبر، وكمان بحس ان مش احسن حاجه، بس استمتعت بالموضوع وانا بلزقه مع اخويا. جبت مج جديد. بصوا الايد بتاعته عامله ازاي، عامله زي ايدين القطه اللي هي البو بتاعت القطه. ده اول ما شفته قلت لازم اجيبه للخريف. قعدت اتخيل نفسي كده وانا في الخريف بشرب مشروب سخن فيه وبسمع جيلمور جيرلز. انا اليومين دول مش لاقي حاجه اسمعها، وعايزه جدا ارجع اريواتش جيلمور جيرلز، وماسكه نفسي بالعافيه عشان انا عايزه اشوفه في الخريف ومستنيه الخريف جدا. فشفت ده قلت ده هيكون بيرفكت للخريف. بحاول ابينه لكم. كمان عليه قطه، انا بحب القطط جدا. انا فتره من حياتي كنت بربي 8 قطط، واعتقد ان ده هيكون المفضل عندي الفتره الجايه. بفكر دلوقتي ان انا استخدمه وما استناش للخريف، لاني بجد حابه شكله قوي. عملت لي بابونج وهقعد اقرا جين اير. بستمتع جدا وانا بقرا جين اير. هي انكتبت 1847 تقريبا. مظبوط. زمن انا بحبه. انا بحب اي حاجه في العصر القديم. انا بحب اي حاجه قديمه عموما. قلت لكم قبل كده ان انا بقراها اليومين دول. وصلت للشابتر 22 وبعدين لقيت فيلم بنفس القصه بتاعت الروايه، وبصراحه شفته وانا ما خلصتش الروايه، بس انا كنت مبهوره. الجزء اللي انا لقيته ان فيه مشاهد كتير في الروايه مش موجوده في الفيلم، فقلت الحمد لله انا كده برضو هستمتع اكتر بالروايه، وان انا ما حرقتش حاجه على نفسي قوي. بلاقي ان انا حرقت شويه، بس انا ما حرقتش على نفسي قوي لان في مشاهد في الروايه مش موجوده في الفيلم. بقالي كتير ما عملتش موفي نايت. قررت ان النهارده اعمل ده. كويس، يلا بينا الرحلة هتبدأ. اول مره ابدا الفلوج كده وانا طالعه. كنت دايما بحب اخدكم معايا من الاول، اول ما بصحى واوري كل حاجه، بس انا النهارده مش نايمه كويس. يا دوب بجد خلصت كل حاجه بسرعه ولازم اطلع دلوقتي لان عندي شغل. فدلوقتي انا جهزت، يلا بينا. ماشي، رجعت قلت لها بصي. البلاطه بتاعت طبعا. وريني كده، وريني. يا مريم
هو عايز هتظبط حبة حاجات بقى بس هل بس الورق منين؟ انا اصلا في الحقيقه طالع يعني حاجه عندي اللي هو ازاي الراجل اللي هناك ده اللي هو صاحب ده المعلم ده الفراشة حلو قوي ده. بس انا جميل قوي. ده جميل قوي. عندي جورنال شبه كده انا حاجة زي دي المكتب مستقبل تكون على التسكت بصي شوري عليه. بس لا أصلا شكرا. نفس السمس ده اخر. انتي هتحطي ده القرب ده على في بقى كمل 10 بقيم بعد ما اخلص. قطعني. الدريكت بيتزا 6 ولا 5. انا قلت الناجت اصلا يعني دي حلوه. يقولي 8 دي 7. برافو اخدت معاك. طبعا الكاميرا اوف والله شكلك اول. هاتي طيب قولي الله ان شاء الله. جاي عليها ايوه شكلها في الكاميرا تحفه. بتاعتك فين المصطفى؟
نفس بتاعتك؟ اه كل واحد فينا هيلون صورة أو كاركتر بتمثله أو شبهه شوية يعني عشان نحطها عندنا كده مكتب، بحيث إنها تكون حاجة تدينا فايب المكتب وتخلينا كده عشان نخلي المكتب شكله أحلى. لو شايف حد يمثله هيجي منين؟ مش شايف منين. انت مركز قوي.